ازاي تلاقي تدريب او انترنشيب في الاجازه بكل سهوله؟ واحد، حدد المجالات اللي ممكن تقدم عليها. لو بتدرس اعلام مثلا ممكن تقدم في تسويق، مبيعات، صحافه، اعداد واقسام تانية. وعشان تعرف دخل المواد اللي درستها على تشات جي بي تي واساله ايه المجالات اللي تناسبك، وده هيزود الفرص قدامك. اتنين، دور على شركات صغيره او متوسطه زي ستارت ابس مصريه، لان الشركات الكبيره المنافسه عليها عاليه جدا وبتقبل عدد قليل. في الشركات الصغيره فرصه القبول عندك اكبر بكتير. تلاتة، دور قريب من منطقتك عشان التدريب غالبا بيبقى مجاني، ففلوس المواصلات والاكل هتكون عليك. لو اتدربت جنب البيت هتوفر فلوس، هتقدر تنتظم والشغل هيبقى مريح وفلكسبل. أربعة، قبل ما تقدم شوف العدد المطلوب وعدد الناس اللي قدمت. يعني مثلا شركه طالبه متدرب واحد ومقدم عليها 176 حد، وشركه تانية طالبه 50 متدرب ومقدم عليها 6 بس. ليه تتعب نفسك في الاولانيه لما التانية فرصتك فيها اكبر؟ هتقولي ما اكيد اول شركه معروفه اكتر. بص، في التدريب مش مهم اسم الشركه، بس المهم هتتعلم ايه. الشركات الصغيره بتخليك تشتغل على تاسكس اكتر ومشاريع مختلفه، اما الكبيره ساعات بتديك تدريب نظري او مشروع واحد بس. نصيحتي بقى دور على مواقع كبيره زي وظف، عشان الوحيد اللي بيخليك تدور حسب منطقتك. كمان هو اكبر موقع شغل وتدريب في مصر والمينا ريجن. اخيرا هسيب لك هنا في الاكونت لينك على صفحه التدريبات في الموقع، هتلاقي فيها تدريبات في مجالات كتيره قوي. ادخل عليها وقدم دلوقتي.